السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ وحشتوني جدا 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 من الفيديو اللي فات. جينا عشان نكمل. اتفقت معاكم ان انا هقول لكم في الفيديو ده اللي تم في التجهيزات بتاعة العملية. لو انت لسه اول مرة تتابعني او لو انت لسه اول مرة تتابعيني ومش عارفة عملية اللي احنا بنتكلم عنها، ارجع للفيديوهات اللي فاتت هتعرفي كل حاجة وكملي معايا. طبعا خلاص احنا عملنا التحاليل وبعت للدكتور التحاليل على الواتساب. قال لي خلاص كل حاجة تمام والدنيا زي الفل، احنا كده تمام اوكي هندخل عمليات. طيب امتى يا دكتور؟ هحدد معاكي. تمام. استنى رسالة. امتى يا دكتور؟ هحدد معاكي. من هنا لهنا انا مستعجلة جدا جدا جدا. بنتي داخلة على امتحانات وانا كل ده عايزة الحق اتعافى قبل الامتحان. في حد هيقول لي طب انتي ما استنيتيش ليه اصلا لما بنتك تخلص؟ ما احنا اتفقنا بقى ان انا خايفة وعايزة انجز. انا مستعجلة جدا جدا. المهم بعدها قلت له يا دكتور تحدد لي الميعاد لو سمحت في اسرع وقت. قال لي طب ينفع يوم السبت بتاع الاسبوع الجاي؟ قلت له لا معلش انا اسفه انا مستعجله، حدد لي العمليه لو سمحت في اسرع وقت. قال لي طب تمام، تقدري تدخلي عمليات بكره؟ قلت له تمام بكره. بكره اللي هو بكره؟ قال لي اه بكره. تصومي من النهارده من الساعه 12 بالليل، تمنعي اكل وشرب تماما، ومن الساعة واحدة تقريبا تصومي من الساعة 11 ومن الساعة واحدة تقريبا أو الساعة 3 مش فاكرة التوقيت بالظبط هتوقفي سوائل مية. طب تمام يا دكتور. خلاص الأعصاب بدأت تبوظ، الرعب بدأ يجي. بس طبعا انتي متماسكة جدا ومش عايزة تحسسي حد بالرعب بتاعك لأن هم أصلا مرعوبين هم كمان يعني. فلو الكل متلصم حرفيا. أنا رايحة العمليات الصبح، رعبي كله ان انا اروح مرجعش بصراحه. وده اللي انا حاسه بيه وده اللي انتي حاسه بيه وده اللي فلانه حاسه بيه وده اللي فلانه حاسه بيه. كلنا مرعوبين عشان ولادنا مش عشان نفسنا. احنا كلنا مرعوبين عشان ولادنا. المهم يوم كله اعصاب مشدوده كده ورعب. بس يعني الحمد لله. خلاص طب نلحق ننام ساعتين عشان انا معادي في المستشفى الساعه 10 الصبح. تمام. صحيت عشان انزل، يلا بسرعه بنتي صحيت. ودي كانت يعني من أسوأ الحاجات في اليوم بقى اللي حصلت. آه، انا ام لثلاث ولاد، ففي بنتي الكبيره بقى هي اللي صحيت ساعتها، وكل اللي عليها اللي هو هي تعيط وانا اعيط. بس انا بحاول اتماسك على قد ما اقدر عشان يعني ما يبقاش الدنيا نكد قوي بس مش قادره. واللي هو انا دخلت لولادي التانيين ابص عليهم خايفه تكون دي اخر مره اشوفهم فيها. مش عايزه الفيديو يبقى مأساوي قوي بس هو بصراحه اليوم ما كانش سهل يعني. هي عيطت كتير جدا لدرجه ان هي كانت عايز تنزل معانا وانا قلت لها لا طبعا مش هينفع يعني، برضو مش هينفع، خليكي مع اخواتك وخلي بالك من اخواتك اللي هو بوصيها بقى ما انا مش ضامنه ارجع تاني. انا نازله رايحه للدكتور ودماغي معاهم مرعوبه خايفه. آه وصلت المستشفى انا مش مع المحيط اللي حواليا تماما. بيحاولوا يكلموني يحكوا يعملوا يسووا. انا اعصابي كلها مشدوده جدا، اعصابي بايظه. تمام. الاوضه تمام. دخلت البسي لبس العمليات. عمليات. تمام. التوتر بيزيد. ساعتها جه جوزي بيتكلم معايا بيعترض على حاجه معينه يعني انا اصلا تعبانه جدا مش قادره لاي كلمه. فقلت له انا مش عايزه حد يتكلم معايا. ازاي ومش ازاي؟ قلت له مش عايزه حد يتكلم معايا وقمت معيطه. طب انتي هتدخلي عمليات ازاي بالوضع ده؟ طب انتي ازاي؟ خلاص لو خايفه يلا نروح. قلت له سيبني انا مش عايزه اتكلم مع حد. بس كل اللي عليا ان انا بعيط. انا دماغي عند ولادي اصلا مرعوبه. بس يعني الحمد لله. عدينا كام ساعه كده لحد ما دخلت اوضه العمليات. آه، داخله اوضه العمليات بعيط مرعوبه جدا جدا. بقيت خايفه قوي ان انا يجرالي حاجه.
فجت الداده اللي بتساعدني يعني في اوضه العمليات وكده بتقلعني الطرحه. كنت انا لابسه الطرحه على البتاع اللي بيلبسوها على شعرهم دي، فقلت لها امانه عليكي لو قمت بالسلامه قبل ما تطلعيني تكوني لابساني الطرحه دي تاني. قالت لي حاضر. يعني الله يبارك لها ان هي عملت ده فعلا. دخلت اوضه العمليات، فهم بيحاولوا بقى يهونوا الدنيا في اوضه العمليات وكده وان هم يتكلموا. ف الممرضه بتقولي انت عندك كام سنه؟ قلت لها كذا. بتقولي شكلك صغير وكده. فقلت لها بصي انا عندي 3 ولاد ونفسي ارجع لهم. وقمت معيطه. فقالت لي ايه ده احنا بنعيط كمان. لا تمام تمام تمام. المهم هي كانت صعبه جدا الموقف، مش العمليه، انا ما حسيتش باي حاجه في العمليه خالص، بس هو اليوم صعب. الله يبارك له الدكتور قبل ما يعمل اي حاجه قعد يقول لي ادعيه كتير، ويعني بصراحه يعني ربنا يجازيه خير يا رب. قعد يقول ادعيه كتير وخلاني اقرا الفاتحه وخلاني اقول دعاء وراه لحد لما اتخدرت. ما حسيتش بحاجه بقى غير وانا طالعه اوضتي تاني. وفضلت نايمه شويه بعد ما طلعت الاوضه. بعدها بقى بدات افوق. طبيعي بقى ان لسه في شويه وجع، ما انا عامله عمليه والعمليه مش بسيطه. المفروض بقى ان انا اقوم اتمشى او اتحرك. الدنيا مش اسهل حاجه، بس انت لازم تقوم، مش قدامك حاجه. واللي هو هتستني تباتي لتاني يوم تمام براحتك. عايزه تمشي وتروحي يبقى لازم تمشي، تقومي تتمشي في المستشفى، لازم تتحركي لازم. وفي حاجه معينه كده لازم بتتعمل عشان يدوكي خروج، تصريح خروج. فلا تمام حاضر هقوم امشي. حاضر هحاول اعمل اللي انتوا عاوزينه وهعمل كل حاجه بس اروح، ما انا عايزه اروح لولادي. وقد كان. اليوم كان صعب شويه بس الحمد لله عدى. وروحت لولادي تاني الحمد لله. وبعدها بقى قضينا اول اسبوعين بعد العمليه. وما ادراكم ما اللي تم في اول اسبوعين بعد العمليه، وده بقى اللي هحكي لكم عليه الفيديو الجاي. ايوه هتستنوني الفيديو الجاي هحكي لكم ايه اللي تم بعد العمليه. اتغلبت على الالم ازاي، الجرح بقى متعب ولا لا، الدرنقه بقى وضعها ايه معايا، لما كنت بحس بألم قوي كان ايه اللي بيحصل، اكل شرب سوائل، الحاجات دي كلها ده كله هقوله لكم في الفيديو الجاي. هتستنوني وانا واثقه ان انتوا هتستنوني وانا كمان هستناكم اكتر. وطبعا لو وصلنا لحد هنا احنا عارفين هنعمل ايه. هنعمل لايك شير سبسكرايب، وما تنسوش تكتبوا لي كلام حلو ودعوه كويسه في الكومنتس تحت عشان نكمل معاكم ونقول لكم التجربه بتاعتي كامله من اول. انا كده بنقل لكم من اول لما فكرت لحد ما دخلنا العمليات، وبعد كده هنقضي اول اسبوعين مع بعض، وبعد كده اول ميزان وبعدين تاني ميزان وبعدين تالت ميزان وشويه لخبطه في العيد وحاجات كده حصلت. بس صدقوني الرحله تستاهل. استناكم وانتوا كمان استنوني دايما. ما تنسوش تدعموني وتعملوا اشتراك للقناه وشير للفيديو لو انتوا شايفين ان انتوا ممكن تفيدوا حد بيه. وان شاء الله كده يبقى وشنا خير على بعض بامر الله ونفيد بعض كلنا. مستنياكوا دايما. باي باي.